خد الزبالة وانت نازل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ايه الجملة اللي نفسك تختفي من الحياة او ما تسمعهاش؟ والله هو في جمل كتير انا احب الغيها في حياتي، بس هي اكتر جملة محتاجة انا الغيها في حياتي ان امي تقول لي خد الزبالة وانت نازل. بجد؟ بجد والله. انا بحس ان عايزة الواحد مثلا بيبقى لابس ومتشيك واموره تمام، بس امي لازم تقول لي خد الزبالة معاك. فالواحد بيبقى نازل برستيجه بيضيع. برستيجه بيضيع ويبقى شكله صعب وهو نازل، بس يعني الواحد بيعملها بحيث ان امه تدعي له وهو نازل، ما تدعيش عليه. انا واخدة بس بالي. انا نفسي الموضوع يتلغي. والله يعني انا ربنا معاك، بس انا عايزة اقول لك للاسف ان الموضوع مش هيتلغي ويمتد معاك لحد مراتك كمان. والله دي سنة الحياة واحنا راضيين بيها، فالحمد لله دايما وابدا. دلوقتي راضيين؟ الحمد لله. اصل امي هتشوف الحاجات دي. ايوه. انا مبسوط جدا بيها واللي هي عايزاني اعمله. ربنا يخليها لك يا رب، انا بشكرك جدا. الله يخليك. شكرا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ مهاب مجد. اهلا بك يا مهاب، اسمك حلو. ماشي، مفيش شكرا ولا حاجه؟ طيب. ماشي يا عم، العفو. طيب قول لي ايه الكلمه او الجمله اللي نفسك ما تسمعهاش وتختفي من العالم؟ كلمة على جنب يا اسطى اللي هي بتاعت الميكروباصات وكده. منك يعني لما انت بتقولها مثلا؟ لا، الناس اللي حواليها هم بيقولوها. ايه مشكلتك معاها؟ لما اول ما بيكونوا قايلينها بيكونوا اصلا وصلوا للمنطقة دي. يعني اه على جنب بس. السواق على بال ما يفرمل. ايوه. طب بيفرمل بعديها، فمضطر هيركب حاجة يرجع تاني مكان. طب شايف ان هم مثلا يعني يغيروها او يشيلوها ويحطوا كلمه ايه؟ يعني ممكن يقول له قبليها ب10 متر كده، يقول له اعمل حسابك معاك يا اسطى قدام كده، عشان لو قدامه حاجة يعني. على فكرة انت عبرت عن الفكرة دي، كانت جوايا ما كنتش قادرة اقولها، يعني محدش اداني الفرصة دي فعلا، اللي هو ايه على جنب يا اسطى بيكون السواق. طب اقول له قبلها بفترة عشان يفرمل لك يعني. ايوه، هو بيتضايق برضك بعديها، يعني هو يكون غلطان وبيتضايق، يعني هو عايز يرجعه مكانه تاني. صفي النية. بقت اي حد الواحد يقول اي كلمة عامة في دلوقتي يقول لازم يضطر يقول صفي النية عشان يوضح هو نيته سليمة. ممكن يكون بيتكلم بعفوية خالص ويلاقي كله شاكك فيه. ايه يا صف جدعان؟ النية. ايه يا جدعان صفوا النية. صح ولا غلطان؟ لا صح. طب حضرتك؟ أنا حصل خير. لما اروح اقول لحد مثلا معاناتي عن حاجه حصلت لي النهارده وزعلان منها، يروح يقول لي حصل خير. لا، او لو في ارتباط مثلا وحاجة اتفشكلت وتسمع في الاخر حصل خير، كل ده وحصل خير، امال لو ما حصلش؟ اعمل ايه في الحصل خير دي؟ اصرفها فين؟ امال لو ما حصلش؟ طيب مش عارف والله. طيب انا بشكركم جدا، شكرا. يا رب يحصل خير دايما معاكم، شكرا. ان شاء الله الناس تصفي النية يا برضه. رب برضه. هي اهم حاجه. شكرا، ربنا يوفقك. ايه الجمله اللي نفسك تختفي من العالم وما تسمعهاش تاني؟ حوارات لم الأجرة يعني بصراحة. يعني زي احكي لي. سواء بيقول لي لموا الأجرة من بعض وأنا بكون قاعد قدامه وألاقي واحد بعت لي واحد من 200 وواحد من 100 ده النهارده. هو في ايه يا جدعان؟ والأجرة في الآخر بتبقى 3-4 جنيه يعني. الموضوع مش انا هدفع لك انا. والله العظيم. طب قول لي ايه حل المشكله دي بالنسبه لك يعني؟ الناس كلها تمشي معاها فكة، بس ما فيش أكتر من الفكة في البلد دي يعني. حل بسيط وسهل. والله. ايه الجمله اللي نفسك ما تسمعهاش تاني ابدا؟ انه حسام حسن يكمل بطوله كاس العالم مع المنتخب المصري. ما تسمعهاش؟ لانه شايف انه ما اداش بشكل كويس في بطوله افريقيا. فيعني نفسك مين اللي يبقى مكانه طيب؟ والله هو كيروش كان كويس، بس انا كاقول مين مكانه مش تخصصي، بس هو يكون مدرب اجنبي يكون يصلح انه يكون بيمسك منتخب كبير زي المنتخب المصري، حصل على 7 بطولات افريقيه، منتخب كبير من اهم المنتخبات في افريقيا عموما، فيكون اسم كبير بيليق بالمنتخب المصري. هو سواء هو موجود او مش موجود او حد اختلف معاك في الرأي، احنا كلنا كمصريين كل هدفنا اللي هو مصلحة الكورة، فعشان ما يبقاش بس في اي تعارض في الآراء. انا بشكرك جدا، شكرا. شكرا يا باشا. شكرا لحضرتك.